السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو جديد ومهم جدا لأكتر وجبة مشهورة بالنسبة للمصريين، ألا وهي الفول. والفول مفيد جدا 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 للصحة، وهو بروتين حيواني قوي جدا عكس اللحمة، بروتين غير مفيد بالمرة. فطبعا نحن ننصح ونؤكد على أهمية أكل الفول. طريقة النهاردة هي طريقة مميزة للفول، هيبقى فول بالطماطم والفلفل. اول حاجه بتجيب طماطم من التلاجة عندك وبتغسلها، بعدين بتنضف الفلفل بتاعك بالشكل دوت زي ما اتعلمنا في الفيديو اللي فات. وادي كمان فلفلاية هنضفها وهحطها هنا في الطبق تاني. طيب بعد تنظيف الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، جبت السكينة وهبدأ ان انا اقطع الفلفل والطماطم لقطع صغيرة خالص كأني بعمل سلطة. هقطعهم وارجع لكم تاني. زي ما انتوا شايفين تم تقطيع الطماطم والفلفل لقطع صغيرة خالص. بعد كده هجيب ازازة الزيت واحط شوية زيت صغيرين زي كده. بعدين زي ما انتوا شايفين جبت الفلفل والملح والكمون علشان ابدأ اضيفهم عليه. بعد كده هنجيب معلقة ونبدأ بالتقليب ونبدأ نحطهم على النار. زي ما انتوا شايفين حطيتها على النار وجبت المعلقة، بعدين هبدأ في التقليب. طبعا زي ما انتوا شايفين بدأت اهوت الزيت يغلي شوية، لكن طبعا الطماطم لسه ما سبكتش ولا سخنت، فاحنا هنسيبهم عادي. لكن ممكن نقلل النار شوية، نوطي الشعل عليهم علشان تهدى زي ما انتوا شايفين كده. ما نعليهاش عشان ما تتحرقش الجناب مننا. تمام. وهنستمر في التقليب طبعا. وحابب انبه طبعا ان اللي احنا وصلنا له ده يعتبر اكل اصلا. يعني ديت في ناس بتسميها صلصة طماطم، في ناس بتسميها صلصة شطة، يعني على حسب المنطقة اللي انت منها. زي ما قلنا قبل كده كل واحد بيسمي الحاجة بطريقته يعني. دي طبعا من عيوب السماح للناس ان هم يحكموا على الاشياء ويطلقوا عليها اسماء والفاظ. ودي من التحديات الكبرى اللي بتواجه الناس اللي بتهتم بحرية الرأي. كل واحد هيسميها اسم، يعني انا ممكن اسمي ديت فول، ممكن اسمي ديت طماطم، فانا حر. يلا هنسيبها طبعا شوية لغاية ما نحس ان الطماطم خلاص ما بقتش فيها حيل تقاوم. فلازم الطماطم يعني زي ما انتوا شايفين مثلا هجيب لكم. طبعا للأسف واضح ان كل الطماطم اللي عندنا حرة، فمش قادرين نلاقي اي طماطماية مش قادرة تقاوم. لكن هنستمر في التقليب وناكل الطماطم على حالها دوت عادي كمان شوية. يعني زي ما انتوا شايفين طماطماية كأني لسه مقطعها. ممكن اعلي النار شوية صغيرين. تمام. هنسيبه بالشكل ده، هنهدي عليه النار خالص، ونبدأ بعد كده نجيب الطماطم من القدرة علشان نحطها على الفول ونبدأ في التقليب. بعد كده زي ما انتوا شايفين هفتح قدرة الطماطم وهجيب طبق اغرف فيه طماطم، وهنجيب الحاجة اللي هنغرف بيها القدرة، المغرفة بتاعتنا. اول حاجة هنعملها ان اول ما تحط المغرفة في القدرة هتقلب القدرة تقليبة تانية تالتة، تعمل حركات اللي يعني بتفهم. ماشي.
بعد كده هتبدأ ان انت تغرف طماطم. نقرب الطبق من قدرة الطماطم، تبدأ تغرف حسب انت محتاج قد ايه. طبعا ده فول معمول في البيت، وهنزل لكم فيديو طريقة عمل الفول في البيت، لكن انا هغرف دلوقتي براحتي كأننا جايبين فول جاهز، من فول سادة من عند الفوال. ماشي. طبعا الراجل اللي هناك هتلاقوه بيقول على الطماطم فول، انما زي ما اتفقنا ان يعني هو حر برضه. خلاص غرفنا كمية مناسبة زي ما انتوا شايفين، كافية لأمة لا إله إلا الله. فهنبدأ نقفل على القدرة، نحط المغرفة بتاعتنا، ونبدأ بعد كده في هرس الطماطم الأول قبل ما نحطها على الفول. فيلا بينا. زي ما انتوا شايفين ادي طبق الطماطم حطيته قدامي، وجبت الشوكة اللي انا هبدأ اهرس بيها، وهبدأ اعمل كده كده كده، وافضل اكمل بقى لغاية ما الطماطم تتهرس تمام. ولو انت لسه جاي تفتح الفيديو دلوقتي او قدمت واخرت، فانا حابب اوضح لك ان احنا سمينا الطماطم اللي قدامك ديت باسم الفول، لان دي حرية رأي. فعادي يعني انت ممكن تسميها بيض، محدش هيكلمك برضه، انت حر. وهنستمر في الهرس لغاية ما نتأكد ان هو يعني بقى شبه كويس. في ناس بتستسهل وبتضربه في الخلاط، بس احنا ايه بنشتغل على قديمه. يلا هكمل هرس وارجع لكم تاني وتشوفوا بقى عامل ازاي. وزي ما انتوا شايفين ده شكل طبق الفول بعد ما انا هرسته. زي ما قلت لكم في ناس بتحب تهرس الفول بالشوكة زي ما انا بعمل كده، دي طريقتنا هنا في مصر. في ناس بتستخدم الخلاط علشان تهرس الفول، بس ده بيخلي الفول كأنه مية. في ناس طبعا بتهرس حاجات تانية بقذائف الياسين 105. فيعني كل واحد بيهرس بالشكل اللي بيعجبه، وهي حرية زي ما قلنا في أول الفيديو. يلا بينا نحط الفول أو الطماطم زي ما سميناها على الطاسة اللي كانت فيها الفول أو الطماطم باسمها الحقيقي. زي ما انتوا شايفين ديت الطاسة اللي فيها الطماطم بالفلفل. هنبدأ بعد كده نجيب الفول، واحنا هنكف عن استخدام المصطلحات اللي احنا سميناها علشان لو في حد لسه فاتح الفيديو ما يتلخبطش. معلش يا رجالة ارجع لكم تاني. معلش يا شباب ديت كانت غلطة مطبعية. هنزلنا الفول خلاص، بعدين هنبدأ نقلبه مع الطماطم بالفلفل، ونبدأ نعلي النار شوية صغيرين تاني. معلش يا جماعة الفيديو كان مقلوب زي كده، دي غلطة مطبعية برضه. طيب هنكمل. انا عليت النار شوية، بعدين هكمل تقليب زي ما انا. زي ما انتوا شايفين كده تقريبا الأكلة بتاعتنا بقت شبه جاهزة للأكل، بس احنا هنكمل تقليب وهنستنى الفول يسخن لو ما كانش ساقع، لو كان ساقع. ولو كان الفول لسه طالع من القدرة سخن، فاحنا خلاص ممكن نطفي بعد ما يكون جاهز بالشكل ده، ونبدأ ناكله هم يا جماعة. فأنا هسيبه شوية صغيرين، بعدين هطفي النار، هيبقى شكله لذيذ خالص زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. ما تنسوش طبعا تعملوا لايك لنفسكم واعجاب بالشخص اللي انتوا معجبين بيه، وسبسكرايب للقناة علشان ده اللي هيجيب لنا ولا اي حاجة، مش عايزين منك حاجة. يلا مع السلامة.